السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كما عارفين رمضان قرب وبزاف ديال التلاميذ الروتين ديالهم كيتبدل. كيجي منعكس على القرايه، ما كيعرفوش كيفاش وفوقاش خصهم يقراو. سواء كان عندك الباك ولا جهوي فخصك تستغل مزيان رمضان في البريباراسيون ديالك. ملي كنقول مزيان فكنقصد مزيان، بحيث فيه راه ما كتكونش يعني نهار كامل في المدرسه. تقريبا الحصص السوايع ديالهم كينقصوا، زائد ما يكونش الضغط على الامتحانات. الاغلبيه ديال لي بروف كيخليو الامتحانات يعني حتى بعد رمضان. شي وحدين كيديروا، ولكن الاغلبيه كيخليو بعد رمضان، يعني ما كتبقاوش مشغولين مع الامتحانات بزاف. فهمتوا؟ في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم كيفاش كنت كنقرا في رمضان. هادشي اللي غنقول لكم دابا تقريبا الايام كامل كنبقى يعني غادي عليه، الايام كاملين، يعني الشهر كنبقى يعني هكذا. نفس الحاجه كنديرها كل نهار. كانت صعيبه شي شويه، ولكن كنلاحظ ان البريباراسيون ديال في رمضان كتكون احسن من الايام اللي قبل. كنتقدم مزيان في البريباراسيون، سواء يعني ملي كنت في الجهه ولا في الوطني كنت كندير نفس الحاجه. يعني كنبقى غادي على نفس الحاجه ملي كيجي رمضان. اول حاجه يعني خصنا نديروها وديجا هضرت عليها في الفيديو اللي قبل، هي اننا خصنا ننظموا وقتنا. ملي كنقول ننظموا وقتنا يعني نحددوا الوقيتات اللي خصنا نقراو فيهم، مثلا الصباح ولا العشيه، ياك، والمواد اللي خصنا نقراو وشنو خصنا نديرو فيهم. فمنين كتكون منظم يعني في النهار ديالك ما كتبقاش العشوائيه والروينه فيه، وحتى في البريباراسيون ديالك. فهمتوا؟ زائد كتنقصوا شي من ستريس، ما كتبقاش تستريسا بزاف. يعني انت اصلا انت ديجا كتكون يعني التركيز ديالك كامل شاغلو يعني باش تسالي دوك المهام اللي انت ديجا حددتيهم، وكتنسى شي حاجه سميتها ستريس. دابا غنعاود لكم يعني كيفاش كنت كنقرا يعني في النهار ديالي. كما ديجا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل، انا يعني ما كنسهرش يعني مع القرايه يعني في الليل. كنحاول نوض بكري يعني باش نربح شويه الوقت، ويعني كنعس بكري اكيد. ودابا تقولوا يعني في رمضان كيفاش كدير؟ راه نفس الحاجه يعني كنديرها. كنحاول هذاك يعني كيفاش كنت غادي يعني في ايام قبل هو اللي كنكون يعني غادي به يعني في رمضان، نفس الحاجه تقريبا. ما كنحاولش يعني ندير شي حاجه اخرى، يعني نعاود نصايب واحد الروتين جديد. لا، تقريبا الروتين اللي كيكون في الايام اللي قبل تقريبا هو يعني اللي كيكون في رمضان. اول حاجه كنحدد جوج مواد خصني نقراها في النهار ديالي، وحده في الصباح وحده في العشيه. جوج. شي مرات يعني كنقرا ماده، ولكن الاغلبيه ديال الوقت جوج مواد. فهمت؟ واحد الماده كنقراها في الصباح اللي كتكون شويه يعني فيها الخدمه وصعيبه شويه، بحال الماط ولا فيزيك ولا اس في تي ولا فرونسي بالنسبه للجهوي. وفي العشيه مثلا اما اللونجلي ولا تربيه، نحفظ التربيه الاسلاميه ولا الاجتماعيات. فهمت؟ شي ماده يعني ما كتطلبش التركيز بزاف، غير الحفاظه ولا شي ديال التركيز فيها، ولكن يعني ماشي بزاف. لان هاد المواد اللي قلت يعني مثلا الماط والفيزيك والاس في تي كيحتاجوا التركيز شويه بزاف، يعني مع الصباح مزيان. الماده الاولى كنقراها يعني في الصباح، الوقيته ديال السحور حتى 12 كنحبس البريباراسيون ديالها الا ما كنتش يعني قاري في الصباح. ولكن الا كنت قاري وداخل مع ديك 9 ولا 10 كنحبس البريباراسيون ديالها في ديك الوقيته. يعني انا ما كنحددش مثلا جوج سوايع بقى كنقرا، ولا كنبقى نقرا يعني من ديك الوقيته حتى ديك الوقيته يعني اللي مثلا غندخلوا فيها المدرسه ولا. فهمتوا؟ هكذا يعني كنبقى ندير التقسيم ديال يعني الصباح باش نقرا فيه في رمضان. هكذا يعني هكذا كنبقى غادي يعني كل صباح هكذا يعني كل صباح. وكنت كنشعر بالشفقه على راسي. دابا يعني غنكون سايد البريباراسيون ديال الماده الاولى اللي حددت اني نقراها يعني في الصباح. صافي دابا سالا الصباح كتبقى لي العشيه. الا كنت قاري يعني في العشيه كنمشي للمدرسه ونرجع، كنرتاح يعني واحد شويه، يعني كنبدا البريباراسيون ديال الماده الثانيه. اما نحفظ التربيه الاسلاميه ولا الاجتماعيات، ولا نخدم اللونجلي بالنسبه للباك، ولا نخدم شي تمارين عندنا عطاوهم لنا لي بروف. فهمتوا؟ كنحبس يعني حتى كتبقى ديك نص ساعه مثلا المغرب ولا شي 15 دقيقه المغرب هكذا. كنبقى يعني كنقرا من ديك الوقيته اللي رجعت من فيها، حتى كنرتاح اكيد شويه. وصافي كنحبس مع حتى كتبقى شي شويه للمغرب. يعني اكيد كنمشي نعاون في شي حاجه اللي خصنا نعاون فيها ونرجع نكمل البريباراسيون ديالي. هادشي دابا اللي قلت لكم يعني ملي كنكون قاري في العشيه. يعني دابا الا ما كنتش قاري كنبقى يعني كنعس واحد الشيء مثلا كنرتاح مع ديك الوقيته هذيك هكذا الوحده مثلا 12 كنعس واحد شويه باش نرتاح. اكيد نهار الصباح كامل ما نقرا ولا انا في المدرسه اكيد يعني خصني نعطي شي راحه راسي، رحنا صايمين عاد. فهمت؟ كنمشي كنعس واحد شويه، ما كنبقاش بزاف. فهمت؟ ما كنبقاش يعني ناعس مثلا شي جوج سوايع ولا ثلاثه، غير هكذا شي ساعه مثلا 45 دقيقه، غير باش نرتاح وصافي يعني. ياك من بعد صافي كنبدا البريباراسيون ديال الماده الثانيه، حتى كما قلت لكم كنحبس غير كتبقى شي شويه للمغرب. صافي
دابا يعني من المغرب حتى لديك الوقيته اللي خصني نمشي نعس فيها ما كندير حتى شي حاجه د القرايه، صافي يعني قريت في الصباح، قريت في العشيه، لا جا شي براك يعني الليل كيبقى ديالي. دابا غيبان لكم يعني كيفاش كنت كنقرا في رمضان صعيب شي شويه، ومتفق معكم، ولكن هكذا خصك دير، حيت راه في رمضان راه كيكون عندك بزاف ديال الوقيتات خاويين. اكيد يعني ما غيبانلكش واش عندك الوقت خاوي ولا عامر الا كنتي منظم الوقت ديالك وعارف يعني شنو خصك دير في نهارك وكيفاش غيدوز. وانا كيبان لي يعني عندي وقيتات خاويين خصني نستغل مزيان. كنصحكم هكذا يعني ديروا، الا ما كنتش كديروا بحال هكذا حاولوا ديروا، والا كنتو كديروا بحال هكذا راكم مخيرين. فراه الا بقيتو كديروا هكذا كل نهار يعني صعيب شي شويه عارف، بقيتو هكذا كل نهار فراه من بعد غتلاحظوا انكم تقدمتوا في البريباراسيون مزيان، والايام اللي من بعد غيدوزو مزيانين يعني كتخدموا نتوما مرتاحين. فهمتوا؟ ما تعطيوهاش غير النعاس ولا تكاسلوا نتوما في رمضان عاد تكاسلوا، لا خصكم تزيدوا تخدموا فيه اكثر، ما يعني مقارنه يعني كيفاش كنتو كتخدموا قبل، تزيدوا يعني في الخدمه ديالكم. دابا غنكون يعني وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتلاقاو فيديو جديد. سلامه.